ضواحي العاصمة الأسبانية مدريد، على وجه التحديد ملعب الفيريدو دي ستيفانو. وريال مدريد يستضيف هويسكا في بداية الجولة الثامنة من منافسات الليغا. اللي متصدرين الليغا مو برشلونة ولا ريال مدريد ولا اتلتيكو مدريد ولا فالنسيا ولا اشبيليا. اللي متصدرين الليغا هذه الايام هم قادش 14 نقطة، ريال سوسيداد 14 نقطة، وبعد ذلك وما يبصل يعني وما الى ذلك. هذه الامور لا يجوز. وألفز برشلونة، وهنا محاولة ريال في 5 مباريات لم يحقق أي فوز. الكرات متبادلة، مارسيلو يحاول ينقلها بينية. هذا اللاعب الكبير اللي بلغ الآن ووصل للسن 4. ريال سوسيداد 14 محاولة الآن لكنها سريعة إلى خارج أرضية الملعب. ريال مدريد يلعب كما ذكرت مباراته عند جولات. فريق يعني لا يمكن بأي حال من الفريق الذي يتبادل الكرات بهذا الشكل. وصل واليوم مريح مندي، مريح توني كروز، وبالتالي يلعب هذه المباراة والهدف أكيد النقاط الكاملة إلى هازارد. لكن هازارد يقف في موقف تسلل. هذا هازارد كما ذكرت المدريد، يعني لأن الإصابات كثيرة للاعب المتقدم، كنت تصور للاعب مدافع. هو بالضبط الآن يحاول مرة أخرى إلى موسكيرا، الباص الطويل. فريق ريال مدريد وفي مركز واحد يجري في الجهة اليمنى عادة. كرة تحولت من كريم أو من هازارد لكن إلى خارج أرضية الملعب. يعني داني كارفاخال، يعني أودوريزولا، كلهم في الجهة. قدم بورخا غارسيا. اعتقد طالت، نعم سيطرة حلوة 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 حلوة. اللقطة وصلت إلى مارسيلو. هدأت الأصوات. كان هو تحت ضغط في سقوط على أرضية الملعب. حكم المباراة السيد غونزاليس فويرتيز. واحدة لكن كرة في غاية الخطورة، تنحط في الجول، لكن في الأخير في راية. ورافيمير يقف في موقف تسلل للعودة للصدارة الاعتيادية. حاولت الريال، يا سلام، كرة تبدو جميلة، تحول أو ماركو أسينسيو جهة مارسيلو، ينقل كرة عالية الرأسية يصدها حارس المرمى مرة أخرى. كرة منقولة من لوكاس المتقدم في الجهة اليمنى الرأسية، تنذر ربما بأن في شيء قادم، لكن ما في شيء قادم. تقدم راموس، والكرة في الأخير إلى ركلة ركنية أو إلى ركلة مرمى ل 20 درجة مئوية وقت إقامة هذه المباراة. هازارد يقف في موقف تسلل، لكن أخطر محاولة كانت من سيرخيو راموس الرأسية يوم تألق. وألاحظ كما نلاحظ الآن هذه المحاولة مرمى أندريس فرنانديز الركنية. اللعبة تبدو خطيرة، لكن يتدخل لاعب الريال على أساس يبعد الكرة مرة أخرى. وصلت إلى اللاعب الوحيد تقريبا. كرة تحولت تبدو خطيرة لمصلحة هويسكا. ضاعت محاولة ثانية أيضا عن لوكا مودريتش اللي يلعب الكرة عالية جدا. يمرر إلى لوكاس، من لوكاس سريعة إلى خارج أرضية الملعب. يتابع كريم بنزيما، ونداء تأخذ بأيديهم. ما يجب أن أنت تطلق عليهم مثل هذا. وريال مدريد لغاية الدقيقة المنتقل لأرسنال. وصلت الكرة أمام المرمى في سقوط، لم تهبط إلى الدرجة الثانية في أسبانيا كما. لكن الفريق الأول لعب مباراة واحدة، كرة لعبت عالية وحارس المرمى رجعها مرة أخرى. أعتقد الوضع صعب جدا. اللاعب الأسمراني النيجيري لاعب لغاية الآن ما ترك، لكن ممكن هنا التسديدة. الله
التسديدة، وهنا البصمة اللي يتركها بالفعل الكبير هازارد، يعمل له وحدة قوية من زمنه الجميل، يتقدم لريال مدريد. هذا هو هازارد. الهدف بعد الجول يمكن جول، بعد الجول يمكن جول. لا، الامور في فرق في بعض الاحيان تتقدم. شوف داعش، شوف عفوا تسديد جول، جول ثاني للريال. كريم بنزيما يسجل الهدف الثاني لمصلحة الفريق الملكي. بعد جاب لك اللقطة على فينيسيوس جونيور، لكن لاحظ ما الذي حدث امامنا، ان لوكاس ما في شيء صراحة. الكرة مرة اخرى ما بين لاعب ويسك، التسديدة حاضرة، خسارة على ارضه وتعادل. وهنا مجال التعويض وارد، سريعة جدا على مارسيلو، تكتمل وتعود الى كريم بنزيما. كريم بنزيما يحولها. الله 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 يا كرة القدم الجميلة. الله عليك يا زيزو، ايش زينك يا زيزو. هذه الايام وكرتوا في بعض الاوقات وما الى وصلت الى ويسكا، لاعب ويسكا يتقدم، ينقل مب كبير الحقيقة في المجموعة خانة بريال مدريد. اجمل لقطة في المباراة يوم ما عادت الى كريم بنزيما وما لعب مثل كثير من الكرات اللي تضيع. بعض اللاعبين مرشحين للمغادرة، اكيد مودريتش، مارسيلو يتقدم ياخذ مكان، لكنها الاهداف الجميله الملعوبه وضياع بعض الفرص، وهذه واحده صدها حارس المرمى ريال مدريد بالتسجيل، ولكن في الاخير سجل، وفي الاخير يتلقى هدف وبالتالي ويسكا يسجل الهدف الاول بكرات جميله الحقيقه. التقدم كان في الجهة اليسرى، واللاعب البديل فريرو، لاحظ فريرو وين سيرخيو رام. كرة مقطوعة، بعض النتائج الجيدة الحقيقة. شوف كريم بنزيما يتقدم له، حلوة لكن فيه صفرة. أخيرا فيه بطاقة. شوف ولاحظ اللقطة، لقطة صناعة الهدف حلوة الحقيقة. راتيمير اللي عنده هدفين هو من يصنع الآن الهدف. ذلك إلى مارسيلو ممكن يسدد، لكن يضغط عالية رأسية. جول رابع للريال، والجول الثالث في الليغا لكريم بنزيما.